اهلا بيكم في فيديو جديد. اهلا بيكم في القناة. النهاردة هنشرح التزايد والتناقص في غرزة العمود ب3 لفات. احنا هنا هنستخدم ابرة رقم 4 والخيط ده هقرب لكم الكاميرا شوية، والخيط رقمه 2. التزايد بالنسبة لغرزة العمود ب3 لفات هو نفس الفكرة بتاعة العمود بلفتين، بس هنا مع اختلاف ارتفاع الغرزة. هنا 5 سلاسل ارتفاع، هلف الشغل ألف 3 مرات على الإبرة وهعمل غرزتين عمود ب3 لفات في نفس الغرزة. ادي كده أول غرزة 3 لفات على الإبرة، هدخل في نفس المكان، عملت 3 لفات على الإبرة، هدخل في نفس المكان واعمل غرزة عمود ب3 لفات مرة تانية. يبقى كده انا عملت غرزتين عمود ب3 لفات في نفس الغرزة. ده كده التزايد بتاع العمود ب3 لفات. هلف 3 مرات، هعمل كم غرزة عادية من الغرزة بتاعت العمود ب3 لفات. زي ما موضح كده قدامكم، هنلف 3 لفات، ودايما بنسند لو عدد لفات كتير بنسندهم بحيث مفيش حاجة تفك مننا. كمل بقية السطر لغاية ما كان التزايد وارجع لكم. هنا انا هعمل تزايد في الغرزة دي اللي هي نص السطر. لفيت الخيط على الابرة 3 مرات، دخلت في الغرزة واشتغل غرزتين عمود ب3 لفات في نفس المكان. اتمنى انها هنا تكون واضحة. هلف 3 مرات على الابرة، ادخل في الغرزة واشتغل غرزتي عادي، هعمل غرزة كمان عادية 3 لفات على الابرة وادخل في الغرزة اللي بعدها، واشتغل غرزة العمود ب3 لفات عادي جدا. في اخر واحدة هعمل تزايد، الف 3 مرات على الابرة الخيط وادخل في اخر غرزة واشتغل غرزتين من غرزة العمود ب3 لفات. ادي اول واحدة والتانية اهي. وغرزة العمود ب3 لفات بتبقى منجزة جدا في الشغل، بحيث انها على طول بتلاقي نفسك خلصتي الشغل. بس على حسب الخيط والإبرة والسمك بتاع الخيط بتقدري توفقي وتظبطي، وشغل ايديكي والشدة بتاعت الخيط دي بتفرق جدا. وده شكل التزايد اول السطر وفي اخر السطر وفي نصه. ندخل على التناقص. هنا هنعمل غرزة التناقص. الإبرة اللي هستخدمها رقم 4 وده الخيط. وهنا علشان نعمل التناقص ارتفاع الغرزة زي ما قلنا قبل كده 5 سلاسل، هنلف الشغل نلف 3 مرات على الإبرة، هنشتغل في أول غرزة ومش هنكملها، نلف 3 مرات على الإبرة وندخل في الغرزة اللي بعدها ونشتغل الغرزة بتاعتنا وما نكملهاش، بعدين نلف الخيط ونسحب.
ده التناقص بالنسبة لغرزة العمود ب3 لفات. هنلف 3 مرات على الإبرة وندخل في الغرزة اللي بعدها، نشتغل غرزتنا عادي بس ما نكملهاش. نلف 3 مرات على الإبرة وندخل في الغرزة نشتغلها عادي. هيبقى عندنا 3 لفات على الإبرة، نلف الخيط على الإبرة ونسحب. ده كده تاني تناقص. هنشتغل كمان تناقص مرتين. هلف 3 مرات على الإبرة واشتغل غرزة العمود ب3 لفات من غير ما اكملها. الف الخيط على الإبرة 3 مرات، ادخل في الغرزة اللي بعدها، اشتغل غرزتي عادي وما كملهاش. هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة، الف الخيط واسحب، وكده عملت تالت تناقص. هلف الخيط على الإبرة كمان مرة، هندخل في الغرزة ونشتغلها عادي جدا وما نكملهاش للآخر. هيبقى عندي حلقتين، ألف الخيط 3 مرات علشان أدخل في آخر غرزة وأعمل التناقص الأخير. اشتغل غرزة عمود ب3 لفات عادي من غير ما أكملها. هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة، ألف الخيط وأسحب منهم كلهم. ده شكل التناقص بالنسبة لغرزة العمود ب3 لفات. أنا هنا هعمل كمان تناقص مرتين. هنا أنا عملت آخر تناقص، هلف الخيط على الإبرة وأسحب منهم كلهم. وممكن إن أنا أكمل لكم التناقص التاني وأوريكم شكلها في النهاية هيبقى عامل إزاي، بس أنا حابة أعمل معاكم غرزة التناقص الأخيرة 5 سلاسل. ألف الخيط 3 مرات على الإبرة، أدخل في الغرزة وأعمل غرزة عمود ب3 لفات من غير ما أكملها للآخر. ألف الخيط 3 مرات، أدخل في الغرزة الأخيرة بالشكل ده كده، وأشتغل عمود ب3 لفات عادي من غير ما أكمله للآخر. هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة، ألف الخيط وأسحب. ده كده شكلها. وده كده شكل الغرزة في الآخر، التزايد اللي على اليمين والتناقص اللي على الشمال. أتمنى أن الفيديو يكون عاجبكم. نفس الفكرة بالنسبة لغرزة العمود ب4 لفات، هي نفسها العمود ب3 لفات، فممكن تجربوها وتتمرنوا عليها وتبعتولي على الانستجرام بتاعي أو على السوشيال ميديا. هحط لكم كل الروابط تحت في صندوق الوصف، واي دروس اساسيه احطها لكم فوق في الصندوق الوصف برضو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات، واشوفكم الفيديو الجاي على خير.